صباح الخير يا جماعة. إيه يا شعب يا الحبيب الصبور المهاود المطرمخ. هكلمكم النهاردة عن موضوع الحقيقة يعني كان غلس شوية بس يعني انتهى على خير. كان متعب شوية بس انتهى على خير. اللي يهمني من الموضوع انا مش هقول الموضوع نفسه ومش هقول حصل فين، انما هو في يعني في فرع من فروع شركة وي، يعني اللي هي كان اسمها تي اي داتا، اللي هي المصرية للاتصالات، يعني اللي هي شركة التليفونات زمان. بقى اسمها وي، وبقت طبعا فيها مش بس خطوط أرضية، فيها موبايلات، يعني خطوط موبايلات اللي هي 015، وفيها باقات للنت وحاجات زي كده، يعني مشهورة ومعروفة وتعاملنا معاها سنين طويلة. بس هو في موظفة فيها يعني ملحوحة شوية. هي مسيحية بس يعني هي حلوة عموما. هي كشرة شوية بس يعني ظريفة يعني. فالمهم قعدت يعني كانت عايزاني اشتري خط جديد بدل الباقة اللي عندي، اللي هي يعني بتاخد مبلغ، لان انا بتنقل فما عنديش خط ارض حاليا مش زي زمان. فلقيت طريقة كده بحيث ان انا جبت راوتر هوائي. الراوتر الهوائي ده ب 600 جنيه. خلاص. لان انا ما عنديش موبايل ذكي فبستعمل اللابتوب. آه، فطبعا بستعمل اللابتوب لتصفح النت ولكل حاجة عموما. فطبعا كنت محتاج ان انا في الاماكن اللي ما فيهاش نت وبتنقل فيها بين المحافظات او بين العواصم المحافظات او غيره، ان يبقى معايا مصدر للنت بدون خط ارضي. طب ينفع ازاي الكلام ده؟ سألت في مرة في فرع من فروع شركة وي، كنت في الاقصر وقتها، وقالوا لي الموظفة كانت كويسة جدا الحقيقة، وقالت لي عن ايه موضوع الراوتر الهوائي. بعد فترة جبته بس وانا في المنيا. جبت الراوتر الهوائي وبيبقى وبتجيب معاه خط موبايل بيتركب فيه. الراوتر الهوائي بيتشحن زي الموبايل كده، يعني بنفس حتى اللي هي الشاحن بتاع الموبايل بالظبط. وبيشتغل وايرلس يعني، واخد بالك، وبيعمل لك زي الواي فاي، يعني بيعمل لك شبكة واي فاي بتشتغل بيه. غير طبعا اللي هو الراوتر بتاع الخط الارضي اللي بنحطه بتحط له الفيشة في الكهرباء وكده عشان يعمل لك شبكة الواي فاي. انما ده ميزته، ميزة الراوتر الهوائي، حتى لو النور قطع فاللابتوب والراوتر الهوائي الاتنين بيبقوا مشحونين لفترة معينة لمدة ساعتين ولا الحاجة، فيهم خزين كهرباء يعني، بحيث ان هم شغالين والنت شغال حتى والكهرباء قطع. انما الراوتر بتاع الخط الارضي لما الكهرباء بتقطع خلاص، زي الكمبيوتر الديسك توب كده، لما الكهرباء تقطع خلاص. انما اللابتوب والموبايل الذكي الاتنين ميزتهم بيشتغلوا آه، رغم انقطاع الكهرباء، لان بيبقى فيهم خزين الكهرباء اللي انت شحنه بيهم البطارية بتاعتهم.
لكن الراوتر الهوائي زي ما قلنا هو ده بيستمر حتى رغم انقطاع الكهرباء، انما الراوتر الخط الارضي بيبقى شغال بالكهرباء طبعا، مش بايه، مش بالشحن. فلما الكهرباء بتقطع بتقطع النت كلها معاه، ما عدا طبعا الراوتر الهوائي زي ما قلنا. او لو الموبايل عندك فيه باقة للنت من نفسه كده بنفسه، هي ايه، هيشتغل معاك عادي النت حتى لو الكهرباء قطع. فكانت بتقترح عليا عشان موضوع الراوتر الهوائي ده طبعا بيتشحن مثلا كل شهر، ففي باقة بتبقى ايه يعني كذا باقة، منها باقة النترو، نترو 200 دي بتديك 40 جيجا في الشهر. فالباقة النترو 200 بتديك 40 جيجا في الشهر. هو بيقول لك 47، توصل ل 47، بس ده حسب يعني ايه، في اشتراطات كده انك تبقى في الفيسبوك او معرفش في اليوتيوب او حاجة كده، انما هي بتبقى 40 جيجا خلاص. ال 40 جيجا دول مع الاستخدام الكثيف بالفيديو يعني بالفيديو خصوصا، واخد بالك، بتقعد معاك 20 يوم. هي صلاحية الباقة 28 يوم مش 30 مش 30، حتى هم كاتبينها 28 يوم، وهي فعلا ميعاد تجديدها بيبقى بعد 28 يوم بالظبط من من شحنك ليها يعني. وبتبقى ب 290 جنيه. خلاص. فهي طبعا مقارنة بالخط الأرضي أو بالباقة بتاعة الخط الأرضي اللي احنا عارفينها، الباقة بتاعة الخط الأرضي بتبقى الضعف تقريبا أو أكتر من الجيجات. إضاءة أكتر من 40 بتبقى 80 أو بتبقى 100 جيجا حتى، يعني عمرها ما بتخلص معاك خلال الشهر. وبتبقى شهر بالظبط 30 يوم، و بمبلغ تقريبا ب 100 جنيه أو حاجة كده. خلاص. فيعني دي دي ضعفها أو 3 أضعافها في الثمن، وفي نفس الوقت إيه، يعني السعة أو كمية الجيجات اللي فيها المتاحة ليك للنت حوالي النص أو أقل. لكن هي كده كده مع الاستخدام الكثيف اللي أنا بستخدمه لها بتقعد 20 يوم، فيعني 8 أيام مش مشكلة يعني، واخد بالك. فالمهم هي عرضت عليا هي من نفسها كده، مع عندهم عروض وحاجات زي كده، فعرضت عليا خط جديد. أنا اشتري بقى خط جديد ب 100 جنيه، و هدفع الباقة اللي هي ال 290، يعني 390 الشهر ده بس. عشان ايه؟ هيبقى في زيادة 12 جيجا حاجة زي كده على الايه، على ال 40 جيجا. فيعني كانت لحوحة قوي الحقيقة، قعدت يجي ربع ساعة تقنع فيا. بس انا طبعا المشكلة ان الراوتر الهوائي ده مشكلته انه ده يعني الشريحة بتتحط كده في حتة صغيرة، لازم تتفتح بدبوس الموبايل ده، وده مش معايا، مش عندي، وبضطر اروح يمين وشمال عشان اجيب دبوس يفتح. وحصلت دوخة بسبب الموضوع ده امبارح يعني، واخد بالك. بس طبعا ما ينفعش، ما رضيتش بالعرض ده لاسباب منها ان انا مش ضامن اصلا ان العرض ده يكون صح. مش ضمان ان انا اجيب خط جديد وارمي الخط القديم عشان خاطر هتزيد 12 جيجا. انا مش عارف هم هيزيدوا ولا لا اصلا، وازود في الفلوس على الفلوس اللي انا بدفعها عادة على ايه، واخد بالك. ما تضمنش، ما تضمنش. ف آه، فالحقيقة
الموضوع ده خدته بعد كده بسخرية، لان طبعا المشكلة ان هو يعني اللي عمل المشكلة امبارح ان طبعا انا بجدد الباقة، لان ده راوتر هوائي ماشي، وزي ما قلت من الصعوبة بمكان، وما عنديش الدبوس اللي بفتح بيه العلبة الصغيرة دي او الدرج الصغير اللي في الراوتر عشان اطلع الشريحة واحطها في موبايل، وانا عندي موبايل عادي مش ذكي، ومن خلاله اعمل الكود اللي هو بيجدد الباقة، فبخليهم هم يجددوها ويفعلوها عندهم على طول، تبقى في الراوتر ومتفعلة. فامبارح كان فاضل حوالي جيجا ونص، يعني حاجة مفيش، يعني هو هتستهلكها ساعة بفيديو ولا بتاع، هتلاقيه ايه، هتلاقيه قال لك خلصت الباقة ماشي. فقلت بقى عشان مولد سيدي اكتوبر وبعدين الجمعة دول بيفتحوا الساعة 2 بعد الصلاة يعني، ما بيفتحوش من الساعة 9 زي المعتاد اللي هو اليومي. ف فقلت بقى الحق ان انا ارجع البتاع اجدد الباقة، مش زي المعتاد انا كنت بستنى لغاية ما تخلص الباقة واروح اجددها. اتضح لي ايه بقى، ما هو معلم بقى يعني حكومة بقى، مع ان انا المشترك وانا اللي معايا البطاقة وكل حاجة، يعني انا عايز كده يبقى اعملوا لي كده. قال لك لا، ما دام في لسه جيجا متبقية ولا جيجتين الا ربع او جيجتين الا نص، فما ينفعش ان احنا نجددها ويقولوا ده الموظف مثلا يعني جدد الباقة قبل ما تخلص، واخد بالك. فهديك الكود و يعني تدفع الفلوس احط لك الفلوس في الرقم، وما ترجع البيت طلع الشريحة وحطها في الموبايل عندك وجدد الباقة بالكود خلاص. المهم رفضت الموضوع ده، رحت الفرع تاني بعد دوخة بقى، الفرع التاني ده هو بقى قعدت تقول لي الموضوع العرض والطلب والبتاع، العرض الطويل العريض ده. في النهاية اما جددت لي بقى من غيظها ولا ايه، ولا برضه عشان القانون، لقيتها اتجددت البتاع وحطتني قدام الامر الواقع وادتني الكود عشان اجدد بيه الباقة انا من البيت. دخت بقى يمين وشمال عشان الاقي محل موبايل عنده دبوس الموبايل، الف يمين وشمال مفيش، لغايه ما لقيت واحد عنده كده الدبوس، وبيقول لي ده مش للبيع. بقول له طب يعني اخده ولا اعمل ايه، قول لي تمنه طيب، ما رضيش. المهم اداهوني، خلاص اعمل ايه، وهو صاحب محل موبايل ويجيب بقى دبوس، هو عنده دبابيس ولا بتاع، انما مش هينفع ارجع له الدبوس، مش هينفع، لان كل شويه انا هحتاج الدبوس ده، ممكن احتاجه في اي وقت عشان الراوتر الهباب ده. بلا بيتفتح ببنس، يقول لك بنسة شعر ومش عارف دبوس دباسة ولا الهوا ده الدبوس بتاع الموبايل نفسه جنني امبارح عشان افتح الدرج الصغير. فنرجع لموضوعنا. ان الموضوع اللي هي اللحوحة دي، فظريفة في ايه بقى، بقيت افكر واما رجعت بفكر بسخرية يعني، بقول يا ريت الواحد يلاقي واحدة تقول له اتجوزني واديك فلوس، وتلح عليه كده، تقعد ربع ساعة تعرض عليه العرض ده لغاية ما يوافق. يعني يا ريتها تعمل هي معايا كده، كنت قبلت على طول، كنت قبلت على طول. هو ده سبب الملف الصوت اللي انا عملته ده، اسميه حتى اتجوزني واديك فلوس.
وعايشك في امان مالي. واقول لكم سلام.